تغرب عن الأوطان في طلب العلا. استاذ عيسى، قبل كل شيء انا ما اريد اخليها في خاطرك، تكملي القصيده اول شيء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. وإن قيل في الأسفار ذل ومحنة، وإن قيل في الأسفار ذل ومحنة، وقطع الفيافي، واكتساب الشدائد. فموت الفتى خير له من حياته، بدار هوان بين ذل وحاسد. الإمام الشافعي. صح لسانك استاذ ويعطيك العافيه. طبعا مشاهدينا ومتابعين، استاذ عيسى البوصافي معلم لغه عربيه، ماجستير في الادب الحديث، محكم دولي في المساجله الشعريه، وله 3 اصدارات ايضا نقديه. اول شيء الحمد لله جات سليمه باذن الله تعالى. رب العالمين. يعني هي طيحه بسيطه جدا وانا تماسكت الحمد لله. نحن يعني الحمد لله اهل الجبال، يعني عشنا ما بين الجبال وما بين الوهاد في ولايه دمى والطائيين، يعني مدينه جبليه وولايه جبليه. تعودنا على المشي على يعني الجبال، والحمد لله رب العالمين يعني جاءت سليمه ولله الحمد. فقلت انا هذه الاطلاله جميله جدا على عين غيض. طبعا عين غيض للمشاهدين الكرام يعني هي عين تبعد تقريبا 3 كيلومتر من الشارع، فنحن مشينا على الأقدام تقريبا 6 كيلو، وكان المشي يعني متعبا جدا. وطبعا نحن الرحلة خططنا لها أنها تكون بهذه الطريقة، فيها مشقة وفيها تعب كي نعلم الشباب الصبر والتحمل. ويعني الحمد لله رب العالمين نحن جئنا مع فريق الغبيراء بوادر العطاء. هذا الفريق يعني كله يعني مثل خلية النحل. نقوم بعدة يعني أعمال في الولاية وفي بلدة الغبيرة. نقوم بعدة فعاليات في العيد، وكذلك في المناسبات الطيبة، مناسبة الأعراس مثلا، مناسبات كذا اجتماعية. وما بنفوت هذه الفرصة إلا ونسمع قصيدة. وأنا طلبت من أيوب قبل ما توصلوا أنه تخبر الأستاذ يجهز لنا ويعدل لنا قصيدة من أبياته. نعم طبعا أنا كتبت هذه القصيدة على السريع عندما أخبرني أيوب باللقاء معكم، فقلت هذه الأبيات: هذه صلالة تهدي أفضل الصور، وتنتشي فرحا في العشب والمطر. خريفها الأخضر البراق في بصري، كأنها جنة الفردوس في نظري. مدينة الحق فيها ساحة رسمت ذاك الجمال، فغطى العقل بالفكر. إن العيون التي في غيظها ملأت لون الجمال، فكانت أجمل الصور. وإن شطحت إلى جرزيز متكئا، نادتك حمرير ذات المنظر النضر. وإن ذهبت إلى دربات منتظرا، معين بركتها والطير في الشجر. شلالها في نشاط دائم أبدا، من يقترب منه مرهونا على الخطر. وإن توقدت للمغسيل منتظرا، نافورة العشق كالولهان كالقمر. فاذهب هديت إلى تلك الديار، عسى تفريج همك بين السحر والمطر. إن الوصال فضاءات منوعة، فيها الجمال وفيها أصدق الخبر. شكرا لكم، هذا اللقاء جرى بين الخمائل في آتين والمطر. هذه مشاعر عيسى، ولتكن بردا للعاشقين، ففيها أفضل الصور. للعاشقين ففيها أفضل الصور. رياضة المشي والهايكنج متعب ويحتاج جهد بدني كبير، فوجود شخص مثلك يعني شاعر أكيد أنه يحل الدرب وعنده أسلوبه وطريقته كيف يحفز الشباب على أساس يوصلوا للنقطة الأخيرة. فعلا مثل ما ذكرت الأخ محمد، هو المشي وخاصة بين الجبال متعب جدا، لأن الطريق وعرة وعليك أن تكون حذرا من السقوط. ودائما نعمل كذا استراحات، روح القلوب ساعة بعد ساعة، يعني نمشي نصف كيلو ثم نجلس كذا على الخمائل وعلى الأشجار ونلقي الأشعار. فعندنا كثير من الشعر الحمد لله. وأنا أريد القليل من الكثير، سأطلب.
هذا الوجه السموح على هذا الجمال الأخاذ. الله يبارك. قصيدة غزلية. ان شاء الله. يقول الشاعر: لا ترفضي طلبي ولا تترددي، لا ترفضي طلبي ولا تترددي. هيا تعالي جملة وتفردي، أرجوك راعي حيرتي ومحبتي، لا تقتلي روح الهوى وتوددي، لا تقتلي روح الهوى وتوددي، ماض مضى، ماض مضى ومضارع حضر الهوى، أو تعلمين بما سيحدث في غدي، عيناك من شعري خلقتهما أنا، أفلا رحمت بها عيون مسهد، أفلا رحمت بها عيون مسهد، هجر الرقاد عيونه وجفونه، وأتى السهاد فبات إذ لم يرقدي، ما لي مكان، ما لي مكان غير قلبك موضعا، أو بعد ذلك تهجرين وتبعدي، يا زهرة العمر المبعثر عطري قلبي بوصلك، ثم غني وانشدي كلمات شعري، لو حسست بكربة واسقي حبيبا ظامئا عطشا صدي، هيا اسكني قلبي، هيا اسكني قلبي فأنت مدينتي، يفنى الزمان وأنت دوما تخلدي، هيهات هيهات أن ألقى سواك يريحني، حبل الوصال صلي ولا تترددي، حبل الوصال صلي ولا تترددي. أيحق لي أن أقول لك ويحك؟ نعم. ونشكركم، ونحن نتابع هذه الإذاعة يعني على الدوام، وجزاكم الله خيرا. شكرا لهم كلهم إلا أيوب. ها؟ نعم، أيوب هو المشكلة. بارك الله فيك.